ضربات الحرة المباشرة تكون قوية وقوية جدا. هنا تحتاج إلى دقة وإلى فنيات مهارات عالية جدا، طريقة مميزة في رفع الكرة على الجدار. إذا ستلعب هذه الضربة الحرة. إذا كانت هذه التسديدة مؤطرة وفي الزاوية البعيدة فهي هدف 100%. هنا سنتابع هذه الضربة الحرة. محمد الناهري يسري بوزوق، لكن إصرار من محمد الناهري على تسديد هذه الكرة. الحكم هنا يطلب إعطاء الأمتار القانونية. هل يفعل فريق الرجاء قبل نهاية شوط المباراة الأول؟ الناهري على أوبة الاستعداد، يتقدم الناهري تسديدة، جول! التسديدة والهدف الثاني، صاروخ رجاوي. محمد الناهري يزور الشباك، نعم الغينية 2-0. يمينية قوية، صاروخ عابر لقارات بقدم محمد الناهري، وذكريات الشامبيونز وذكريات الاهداف العالمية. هو محمد الناهري. قلت بأن الضربة الحرة لا تحتاج إلى القوة، لكن الناهري يجيبني ويقول نعم أنا بالقوة سأسدد، وبالقوة نعم سأسجل. الثاني بوم 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 بوم. الثاني نعم، صعب عليك يا كامارا، جيبه من الشباك. هذا العالمي، هذا الرجاء الرياضي، هذا محمد الناهري.